السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أتكلم على مباراة الأهلي وشبيبة القبائل. مباراة في منتهى الخطورة على النادي الأهلي لو ما خدش منها نقطة. لازم نوصل للنقطة 9 قبل ما نقابل الجيش الملكي في المباراة الأخيرة. وقبل ما أتكلم على مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عايز أتكلم وأقول مبروك للزمالك وصوله إنه تساوى في النقاط مع بيراميدز. الزمالك كده تساوى مع النقاط مع بيراميدز بعد ما كان متخلف ب7 نقط. والاهلي امبارح العليه بتاعت اللي حصلت امبارح في الماتش بتاع امبارح كان زمان الاهلي سابق بيراميدز بنقطه. بس الحمد لله كل شيء باوانه وربنا ما بيعملش حاجه وحشه. انا باذنك يا رب الزمالك هيبقى معانا في بطوله افريقيا اللي جاي السنه الموسم اللي جاي. الزمالك مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه انه ما يفرطش في نقطه لحد نهايه الدور الاولاني وما يفوز على بيراميدز. يتعادل مع بيراميدز المباراه دي ويتعادل مع بيراميدز المباراه الثانيه في الست مباريات التانيين. يبقى الزمالك وبيراميدز لو وصلوا حتى الاول الست مباريات اللي هم في الدور الثاني يعتبر الست الاوائل هيبقوا زي بعض وفي مباراتهم مع بعض. بس ياك يلعبوا مع بعض الاول او الاهلي لاعب بيراميدز قبل ما يلعب الزمالك. الزمالك مطلوب منه انه يتعادل في المباراه اللي هي الاسبوع ال20 ويتعادل مع بيراميدز في الست مباريات اللي ملعبين اللي هم الخمس من ست مباريات، ده هم 5 مباريات. لو اتعادلوا والاهلي النقطه اللي ناقصها دي، لو الزمالك اتعادل في الماتشين مع بيراميدز ده هيخسر 4 نقط وده هيخسر 4 نقط، الاهلي كده هيتفوق ب3 نقط. دور الاهلي ان يفوز على بيراميدز في الخمس مباريات اللي فوق. لو الاهلي فاز على بيراميدز قبل ما بسرد دي باذنك يا رب النادي الاهلي بطل الدوري وباذن الله الزمالك الثاني. انا بشجع النادي الاهلي طبعا. لو انا اللي بلعب في اي حته تانية هشجع الاهلي. لو انا حتى اخويا بيلعب في فريق تاني يبقى كده الزمالك وبيراميدز. لو الزمالك اتعادل مع بيراميدز المباراتين هيوقف بيراميدز في 4 نقط والزمالك هيوقف في 4 نقط. مباراة الزمالك لو احتاجها في اخر ان احنا نلعب الزمالك بعد ما الاهلي لعب بيراميدز، اقسم بجلاله الله هتبقى احب ما علينا ان الزمالك يبقى تاني بدل فريق ابن الكلب المرتزقه. تفهمين انا قصدي ايه؟ الزمالك كل اللي يعمله بس ما يقعش في اي مباراه تانية. وعندك بيراميدز ممكن الزمالك على بال ما يقابل بيراميدز في الدور الثاني هيكون فريق سيراميكا وقع بيراميدز. حتى الزمالك لو تعادل معاه في الجوله ال20 هيبقى الزمالك فارق عنه باذنك يا رب. هيبقى الزمالك فارق عن بيراميدز بنقطتين. حبيت اقول ديت في الاول خالص. بالنسبه بقى لمباراه الاهلي وشبيبه القبائل، المباراه دي تعتبر اصعب مباراه في الست مباريات اللي الاهلي لعبهم في دوري المجموعات. الاهلي لو ما خدش النقطه التاسعه هيبقى في خطوره جدا على النادي الاهلي وممكن يطلع من البطوله دي. ازاي؟ اقول لك ازاي. سيبك من مباراه الاهلي دلوقتي شبيبه القبائل، هنشرح يانج افريكانز والجيش الملكي. الجيش الملكي لو فاز على يانج افريكانز 2-0 كده يانج افريكانز غرب في 60 داهيه. لان اصلا شبيبه القبائل هيسيب المباراه ليانج افريكانز ويخليه يفوز بعدد اهداف كتير نكايه في الجيش الملكي. لان احنا كلنا عارفين ايه المشكله اللي بين المغرب والجزائر. لو تعادلوا بقى ودي الخطوره على الاثنين. يانج هيبقى عنده 6 والجيش الملكي 6 ويانج رايح له شبيبه القبائل وهيخليه يفوز بعدد اهداف اكتر نكايه فين؟ في الجيش الملكي. هيبقى يانج هيفوز 3-4-0. هيبقى وصل مستريح وحط رجل على رجل مستني مباراة الاهلي والجيش الملكي الاخير. الجيش الملكي لو عنده 6 نقط، واحنا ما خدناش نقطة من شبيبة القبائل، الجيش الملكي لا قدر الله يا رب استرها يا رب وفاز على النادي الاهلي
هيبقى وصل 9 نقط والاهلي يبقى بره البطوله. هيبقى ده 9 ويانج 9. لكن اللي يريحنا في ده كله حتى لو الاهلي اتغلب ان الجيش الملكي يفوز على يانج افريكانز، يوقف يانج افريكانز عند ال5 نقط حتى لو فاز على شبيبه القبائل. نتيجه المباراه المباشره بين الاهلي ويانج، الاهلي متعادل بره في تنزانيا وفاز هنا في استاد القاهره. فعشان نامن نفسنا جامد لازم نقطه. والنقطه دي تيجي ازاي؟ مش هتيجي بطريقه اللعب بتاعت البيل اللي بيألف كوره يسترب. سيبك من لعيب حر بقى ومش لعيب حر. انا بحس ان زيزو مراكب فيسبا وبيجري في نص الملعب رايح هنا وجاي هنا، بيجري وخلاص. الطريقه دي مش هتنفع. هي كانت بتنفع بامام ومش عاوزين امام يلعبها تاني. انا عن نفسي مش عاوز امام يرجع النادي الاهلي تاني. العب 4-4-2 جبهات. ازاي جبهات؟ انت هتلعب هاني جنب منه الواد هادي رياض. هادي رياض ما ينفعش الجزار ولا ينفع الناس دي، ما احناش ناقصين فقر. يلعب هادي رياض وجنب منه ياسين مرعي. ياسين مرعي رجليك اليمين مقطوعه يا ياسين، ما بتعرفش تسند بيها حتى الكوره. ما علينا الموجود، بس هو ارحم من غيره. واللاعب يوسف بن عمري ظهير ايسر، باك شمال يعني. غصب عن كولر عن طرب، واللي جابه طرب هيلعب غصب عنه بجزمه فوق رقبته يسترب. هيلعب الواد يوسف بن عمري. يبقى كده الاربعه ورا مصطفى شوبير، وقدامهم هاني وبن عمري والواد ياسين مرعي. انا بنسى والله الواد اللي جاي من بتروجيت ده. وهتلعب في نص الملعب هادي رياض، يا ربي هادي رياض ورا. وهتلعب في نص الملعب هتلعب بن شرقي طرف شمال لاعبه، هتلعبه طرف يمين يقعد بره جنبك. يبقى من باب اولى يلعب اليمين، يلعب حسين الشحات قدام هاني، ويلعب تريزيجيه قدام بن عمري، واثنين ديفندر في النص الواد ديانج ومروان عطيه، ونلعب 2 راس حرب مروان عثمان وكامش محمد كامش. ربنا يستر عليك يا كامش وتهدف. هيبقى 4-4-2. حسين لو اتقدم وحب يعمل دور هجومي، حسين يمة اليمين بيقطم بيها ساعات ويلعبها للي جاي ياخدها من مره واحده، او يرفع بيروح على اخر حته في الملعب وبيرفع. واحنا عندنا البيئه اطول من اسامه ابو علي، يمكن ربنا يكرمه وتيجي في شعره وتخش جون. احنا لو اتقدمنا يبقى خلاص كده احنا ايه، هنبقى في الامان. دكهم هيهاجموا والكلام ده، وممكن باذن الله نطلع بنتيجه فوز، او حتى لو اتعادلوا يبقى احنا وصلنا للي احنا عاوزينه. لو تريزيجيه حسين يتقدم من يمه اليمين، تريزيجيه ان كان هيسبق شويه عن نص الملعب بس يبقى قريب لنص الملعب. يبقى الثلاثه اللي هم قدام طرف واثنين مهاجمين، 2 راس حربه، والاثنين راس حربه دول هيوقفوا معاهم 2 أو 3 مدافعين عشان يعملوا زياده عدديه على الاثنين مهاجمين. ونفس القصه لو تريزيجيه حب ان هو يزيد، هو كده كده هيزيد ومش هيباص، هيعملها ارطوه، يمكن ربنا يكرمه ويعمل واحده. وحسين هيبقى اقرب لنص الملعب. وهتلعب المباراه متوازنه، والواد شوبير باذن الله ربنا يوفقه ونطلع حتى تعادل. لو خدنا النقطه ال9 احنا كده في الامان. حتى لو الجيش الملكي ما قدموش ان هو يفوز علينا يبقى الجيش الملكي اول واحنا تاني، بس بعون الله تعالى لو خدنا النقطه دي باذن الله هنبقى اول. وانت عندك التواني صن داونز والترجي ونهضه البركان. اسهل ما فيهم نهضه البركان ان شاء الله يا رب، من غير شر ومن غير مقاطعه يا رب نقابل نهضه البركان في دور ال8 ونخلي الزناغره يخبطوا في بعض باذن الله. يمكن بيراميدز يقع مع الهلال، لا بيراميدز اول، يقع مع الترجي ممكن يلعبه، يقع مع الترجي او يقع مع صن داونز باذن الله يا رب، ويغور في 60 ده. الله يخرب بيته البيت اللي جاوب. الله يسامحك يا محمود يا خطيب، الله يسامحك، انت اللي جبت تركي خرا، انت اللي حضرت العفريت ما عرفتش تصرفه. وربنا يسترها على الاهلي ويسترها على الزمالك، وده ياخد الاهلي ياخد بطوله افريقيا ابطال الدوري، والزمالك ياخد الكونفدراليه، ونلعبكم في السوبر ونعوض السوبر بتاع ناصر منسي، وناخد يعتبر بطولتين قارتين عشان نقرب من ريال مدريد. وريال مدريد اليومين دول واقع، محدش يضحك عليها والله باذن الله.